أهلا وسهلا. في هذا الفيديو اللي ما كيصدقش لها الكيك ولا التحليات ولا الحلويات، عندكم واحد جوج تحليات هنايا يا سلام، غادي يصدقوا لكم 100% متأكدة. ساهلين ماهلين، وحده بالشوكولاط وحده بالتفاح. وبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا الوصفتين بجوج. وغادي نبدا لكم بالوصفه ديال التفاح، وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. كناخذ المول ديالي هنايا، كنفرش فيه ورق الزبده، وكنستعمل اي بسكوي عندي. هذا اللي عندي انا اللي غنستعمل على شكل اصابع. كندير الطبقه الاولى كنستف فيها هذاك البسكوي بهذه الطريقه اللي غنوريكم، وكندوز للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كنستعمل واحد 4 ديال التفاحات اللي كنكون قطعتهم بهذه الطريقه هكا بحال شنانف، وكنبدا تندير وحده فوق وحده. المهم هذه شي شويه تشد الوقت، ولكن المهم معليش شويه الخاطر. كندير من فوق منها شويه ديال القرفه كتواتى مزيان مع التفاح وكتعطي واحد النكهه زوينه. ومن بعد كندوز كنحضر العجين اللي غنزيد من الفوق. عندي هنايا 2 بيضات، كنضيف عليهم هنايا واحد نص كوب ديال السكر. الكوب هنا كنعني به الكوب المعياري يعني. وكنخلط الخليط مزيان. كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الفانيلا، وكنضيف كوب كبير ديال الدقيق اللي كنغربلو. هاد المرحله ديال التغربيل راه ضروريه. وانا كنغربل هذاك الدقيق تنضيف واحد المعلقه كبيره ديال خميره الحلويات البيكنج باودر، وتنكمل نغربل الكل. من بعد كنخلطو غير بالهاند بلندر ولا باي. انا خلطته هنا في الصراحه غير بهذا الميكسور ديالي. من بعد هنا كنضيف واحد 3 المعالق كبار ديال الحليب بطبيعه الحال بحراره الغرفه. الا ما كانش الا كان بارد واخا دفيه غير شويه، يعني المهم ما يكونش سخون صافي. ومن بعد كنضيف هذا الخليط كنضيفه من فوق التفاح، وكنحاول هكا كنوزعو غير بشويه باش ما كنخسرش التفاح اللي زعما الطريقه باش استفت هذاك التفاح. وكنزينو بواحد رقائق ديال اللوز، وكندخلو في الفرن اللي كنكون سخنته على 180 درجه. كيستغرق تقريبا في الفرن 25 دقيقه. كتخرجيه كيكون محمر هكا، هذا هو الشكل ديالو. خليته تبرد وحليت هذاك لو مول، وعاد قطعته لطريفات هكا. تقدري تقطعيه بالطريقه اللي بغيتي، المهم انا قطعته على شكل مربعات صغيره. وزينته من بعد بالسكر كلاصي، يعني سكر ثقيل. ممكن بطبيعه الحال ما تزيديش ليه السكر، غير هو في المنظر كيجي اجمل ملي كتزيدي عليه هذاك السكر، تيجي زعما منظور. وعلى فكره هاد الحلوه راه كتجي سبونجي، يعني مع ما فيها لا زيت لا زبده، كتجي ناشفه بنينه، كتحسي بها صحيه وكتعجب في الصراحه الدراري الصغار والكبار، ودوزي بها قهيوه ولا في الفطور وبصحه والراحه. وهنا غادي نداز معكم الحلوه الاخرى ديال الشوكولات، حلوه فرديه غادي نصاوبها غير تاع شخص واحد. تديريها في زليفه ولا في كاب ولا اي حاجه اللي متوفره عندك. هذه حتى هي ساهله بدون بيض، بدون مشاكل. وممكن توجديها كاع اسرع الا دخلتيها الميكروويف. كتحضر بسرعه. المهم انا طيبتها في الفران بصراحه. في المقادير عندي معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، 2 معالق كبار ديال الدقيق ابيض، 2 معالق كبار ديال هذه بودره الكاكاو، استعملت انا الحلوه، ومعلقه كبيره ديال السكر. وهنايا 3 معلقه ديال البيكنج باودر. وعندي هنا 2 معالق كبار ديال الحليب، يكون دافي ولا بحراره الغرفه. بالنسبه للمعلقه اللي استعملت، راه استعملت هذيك المعلقه زعما معياريه، معيار عالمي يعني، وصافي راه كتكون متوفره هذيك تاع الحلويات. صافي كنخلط هنايا بفرشيط ولا معلقه، من الافضل فرشيط باش يتحرك لينا الخليط مزيان. صافي وكندخلو الفرن ساخن على 180 درجه. استغرق ليا في الفرن 25 دقيقه تقريبا. وانا درت الصراحه غير وحده، ولكن ممكن تستعملوا هكا الا عندكم هاد زليفات ولا كيسان ولا اي حاجه اللي كتدخل الفرن، تتصاوبي شحال من العدد اللي بغيتي. هذا الشكل ديالها منين خرجتها من الفرن، قلبت هكا بحال كوردون وداكشي باش نتاكد انها طايبه.
وصاوبت واحد الصوص ديال الشوكولات، شوكولات وقليل من الزبده، خلطتهم وزدتها من الفوق ديال الكيك ديالنا. بالنسبه لهاد الصوص الشوكولا راه ممكن تستعملي اي حاجه اللي بغيتي، تذوبي الشوكولات بوحدو، تزيدي عليه شويه الزبده، اللي المهم هذاك الشيء كيبقى على حسب الذوق. هنايا ضفت من الفوق وزينتها بشويه ديال الرقائق ديال اللوز. اللوز هنايا ماشي رقائق اللوز، يعني لوز هكا مطحون عندي. التزيين راه كيبقى على حسب، انا هادشي اللي متوفر درتو صافي. وتذوقتها مع حليب وقهوه غير بالمعلقه، تتجي يا سلام، بنينه سهله، تاع الدقيقه 90. منين تكوني جالسه غير بوحدك وما تلقاي ما ديري وتبغي دوزي قهوه، هذه احسنهم. وبصحه والراحه. كنتمنى هاد الوصفات يكونوا عجبوكم، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والتشجيع، وما تنساونيش خصوصا من التعليقات، حيت هما اللي كيخليو الفيديوهات ديالي يطلعوا لناس اخرين ويتفرجوا ليا فيهم. وبصحه وراحه.